حياكم الله مشاهدينا واهلا بكم في حلقه جديده من الراي الليبي على شاشه اليوم، حلقه مميزه بطبيعه الحال مع ضيف مميز هنا في استديوهاتنا من بنغازي، سيد محمد سويليبي. اهلا بك على شاشه اليوم وتحديدا في برنامجنا الراي الليبي، والذي خصصنا فيه هذه المساحه اليوم للحديث عن تاريخ الادب الليبي وايضا مسارات الادب الليبي التي ربما كانت مصاحبه لتقلبات سياسيه وامنيه وايضا تاريخيه في ليبيا، واثرت بطبيعه الحال على المستوى الاقليمي والعربي وحتى العالمي احيانا. سيد محمد، بدايه الادب الليبي ما الذي قدمه للادب العربي والعالمي، وما هي الاضافات التي ربما يمكن الاستناد عليها من قبل المكتبه الليبيه؟ اولا اشكر قناتكم لاستضافه مثل هذا الموضوع. اهلا بك. او تبنيه. ثانيا لما نقول الادب الليبي معناه نرده الى ما قبل التاريخ، باعتبارنا عندنا ذكرت الفلسفه الليبيه وذكروا كثير من كتاب ليبيين. اختلفت الاسماء حقيقه، ولكن دائما نقولوا حتى قبل قدوم الاغريق والرومان كانوا فيه ادباء وفلاسفه ليبيون. الليبيين زيهم زي اخوانهم العرب اغلبهم. طبعا انت عارف ان موضوع الادب والثقافه في العاده ان مش هم السلطات اساسا، وبالتالي ليس لها اولويه دائما. طبعا ولا اولويه، لان دائما مشروع الثقافه مشروع ما هوش سلطوي، مشروع مجتمعي، وبالتالي ينتج عن المجتمع ما ينتج عن السلطه. وانت عارف ان دائما الثقافه ما هيش وزاره ولا هي حكومه ولا هي وظيفه ولا هي هم مجتمعي. الناس نفسهم هم منتجهم الثقافي. واحنا على فكره دائما مشروع الثقافه، احنا مرات البسطاء او الناس العاديين يحسبوا ان الثقافه هي المكتبات والكتب والتراجم والكذا، مرجعيه. وعندنا بعض منا في لوثه النخبه، فتخلط بسكين الناس ببساطه يحسبوا ان النخبه هم اللي عارفين وهم اللي مش عارفين، وان هذه الكتب هي كتب النخبه مش كتبهم هم. احنا لما نقول الثقافه هي ماكلك ومشربك وملبسك وسلوكك، هي مرآة للمجتمع، هي لك انت وهي بيك انت وهي من خلالك انت. التاثير عليها او فقدانها هو هنا بيتاثر المجتمع من خلالها. ودائما نكرر ان دائما الكتاب القريبين من الناس اللي يكتبوا بلغه الناس ولغه المكان يفهموا المكان واهل المكان. احنا عندنا ديما عندنا توابس. لما نقول للصادق نيهوم ليش يحبوه في بنغازي؟ كتاب على الشابي وكذا كذا. نجيب محفوظ ليش يحبوه في مصر؟ كتاب على الحته وبنت الحته وكذا. والكتاب القريبين من الناس في لهجتهم وفي تصوراتهم هم اهل الثقافه الحقيقيه. اما النخب والموضوع الاخر قد يكون منهجي في الجامعات تدريس هذا موضوع اخر، ولكن دائما ما لم يكتب بلغه الناس لا يفهمه الناس. وانا اكرر اكتب بالحبر الليبي الذي لا احد يجيد الكتابه والقراءه بغير ليبيين، لان كن ليبي اولا وبعدين كما تبي انت كما تشاء في ثقافتك. لكن ثقافتك الليبيه او الليببه في ثقافتك هي ترسيخ وتاكيد هويتك الليبيه. الهويه الليبيه الجامعه لكل فسيفساء ليبيا من اعراق وثقافات وتضاريس مختلفه، وهي المكون الحقيقي للثقافه الليبيه. اي انفصال في هذا الموضوع او اي ابتعاد عنه يعتبر نوع من الفشل الحضاري. جيد. ما الذي قدمه الادب الليبي للمجتمع الليبي في حد ذاته في حقب تاريخية مرت به؟ نتحدث حتى من المملكة وصولا إلى النظام الجماهيري وحتى نظام فبراير الحالي وما تشهده ليبيا. ما الذي قدمه الأدب وقدمته الثقافة للمجتمع الليبي؟ أنا حاليا مانيش في موقف تحليلي للتاريخ في هذا الموضوع، ولكن في موقف مشاهد أو مشارك، أو كنت في سن معينة وتحولت إلى واحتكيت بها الشريحة الرائعة من أدباء وكتاب وشعراء وفنانين وكذا. جيد. هو غياب الإبداع مؤثر حقيقي على كمية السلبية في أي مجتمع. غياب الإبداع يعني أن من يقود المجتمع؟ الإبداع هو اللي يقود المجتمع. أي مشروع يغيب عنا الإبداع المجتمع لا يؤمن به. لا أقارن، ولكن نعطي صورة مقربة. حتى الله عز وجل لما البشر نقولوا يلجوا شوية ويموجوا ينزل لهم نبي بإبداع معجزاته يؤمنوا به. يعني شوف الآيات القرآنية ايش فيه من إبداع، الكتب السماوية ايش فيه من إبداع،
المعجزات اللي هي المعجزه تنقل الانسان من الشك الى اليقين وتنسحب المعجزه. المعجزه نفسها ابداع رباني او ابداع الهي، هي توجيه. فالابداع البشري هو اللي يقود المجتمعات. احنا المرحله المغبره. لماذا يغيب؟ لماذا يغيب هذا الابداع؟ شوف، يا اما يغيب يا يغيب، حالتين. كويس. طبعا احنا لما نقولوا انتقلنا من مرحله الى مرحله، خاصه المراحل السياسيه، مرحله سياسيه معينه الى حد ما كان الابداع نوع من التبييض لوجه السلطه. كويس. يعني معروفه بالحبر الليبي التطبيل، بالحبر الليبي التطبيل. كويس. لما النائب بنطبل للمواطن، نطبل للشارع، نطبل للبدايه، يمثل راس المال اكيد. نعم. انا المواطن لما يحس اهميته هو نفسه من خلال وسائل الابداع، هناك تبدا تاكيد او ترسيخ ثقافه المواطنه. اذا كان انت ثقفت درت استعاده ثقافه المواطنه، معناها استعدت الوطن. وراه الحقيقه ان الصلاح ليس في الحكام، الصلاح في المواطن نفسه. اذا صلح المواطن صلح الوطن، هو اساس الصلاح. ولكن الحكام في العاده انهم غير صالحين، يعني مش اكسبراي قصدي اكسبير، فهمت؟ لا، يعني في العاده انهم جايين لسلطه الى حد ما، لكن صلاح المواطن من صلاح الوطن. صلاح المواطن بيجي بالثقافه، باي ثقافه، مش ثقافه بتاع النخبه، ثقافه انه هو يهتم بمأكله ومشربه وملبسه وعاداته وتقاليده. ونحن في ليبيا عندنا كنز من الثقافه الفنيه. ودائما نكرر، ليبيا الدولة الوحيدة في الوطن العربي، في ما معروف بالوطن العربي، اللي تملك أكثر من 41 إيقاع موسيقي. وهذا كلام يعني معتمد علميا، ما هوش كلام للتطبيل الإعلامي. يعني الدولة تملك أكثر من 41 إيقاع موسيقي، مش سهل الموضوع يا إخواننا. ليبيا تملك الزي الوطني اللي مختلف عن المنطقة بالكامل، سواء في المرأة سواء في الرجل. زي اللي هو له طابع الخاص به، سواء الصحراوي سواء الساحلي سواء الجبلي. ليبيا اللي تملك 8 اكلات متفق عليه ان الليبيين كلهم يجلسوا على الطاوله المستديره بتاع الملك لير اللي القصعه. كويس. ليبيا من المجتمعات يجلسوا على العداله، مش عداله المحكمه، عداله الشاهي. يعني عداله الشاهي، وهي الطاسه الاولى مره والثانيه حلو، فلسفه الحياه. ليبيا قريب نقول لك اجزم قاطعا الثالثه في المكسرات ان المعمار الليبي فيه مربوعه، يعني في الحوش الليبي مربوعه للضيافه. النجع نفسه فيه بيت هذا للضيافه، القريه فيها حوش للضيافه، حواشي المدينه فيه مربوعه. معناها الكرم لصيق بالليبيين، والكرم لا يكون الا في انسان. اذا كان هذا طابع سيد محمد وتمتاز به الشعوب، وليبيا تمتاز بهذا الطابع الذي ذكرته منذ قليل، وهو طابع جميل جدا ربما يترسخ في الثقافة الليبية، لكن الآن يغيب دوره مع ما تشهده ليبيا الآن. الصورة الحقيقية التي تظهر للعالم بالنسبة لليبيا هي صورة مغايرة لما تتحدث عنه سيد محمد. لا شوف، أقول لك خلينا نكون صراحة. إذا كانت تحكي أنت على التغيرات السياسية في ليبيا، هذا موضوع. إذا كان تحكي نحن نحكوا عن الموروث أو الثقافة الليبية، العالم هل لازال تحافظ عليها الأجيال؟ جدا، لأن الليبيين يعتزوا بشخصيتهم. تعرف بعض الأصدقاء يقولوا اللحن الفلاني خذوه يغنوا فيه في المكان الفلاني، الأكلة الفلانية يوم أنت في تونس بيعتمدوها في تونس، الكلمات بتاع فلان خذوهم في الدولة الفلانية بيغنوهم. أنا نقول لهم أنا سعيد بها، هم عارفينها مش لهم ونحن عارفينها لنا. معناها احنا عندنا انتشار في المنطقه في الحاننا وفي كلماتنا وفي ماكلنا ومشربنا وملبسنا، معناها احنا مؤثرين. لكن كونه في نوع من الغياب في المرحله هذه، هذا موضوع يعني الغياب المغيب مش الغياب كما ذكرت منذ قليل. طيب الان الادب ربما قد يلعب دور كما ذكرنا في السابق في المراحل السياسيه والمراحل التي تمر بها ليبيا. كيف يمكن للأدباء والمثقفين والنخب، هذه النخب الفنية الآن، أن تقود حراك وطني ربما يغير من السياسة العامة للدولة، وقد ربما يعطي للمواطن براح بأن يعبر عن أفكاره وأن يصل بليبيا إلى بر الانتخابات الموعودة؟ والله نقول لك رأي، يعني الليبيين شعب طيب، شعب حنون، شعب ودود، شعب استقبل
الحضارات واستقبل لجوء ولا زال يستقبل لجوء، فهمتني؟ ليبيا ليست معبر للحضارات، ليبيا مستقر للحضارات، أثرت وتأثرت. ليبيا منشأ للحضارات. يعني هل عرفت ليبيا على رأي بعض المؤرخين اللي بعد جيت الإغريق؟ يعني قبل ما فيش ليبيا مش في حضارة جرمنتية وفي تانيج وفي قبائل حضارة الليبون فرعونية، في حضارات قديمة. صحيح. ليش ما نحقق نحن الحضارات الليبية القديمة في ذهن النشء أو الجيل؟ يعرف أن عندنا حضارات أسسن الحضارة الإنسانية، يعرف أن عندنا رسوم ما قبل التاريخ وكهوف ما قبل التاريخ. صحيح. يعرف أن لما حكاها هيرودوتس على ليبيا ما حكاش عليه مالطا، لما قال يأتي الجديد قال من ليبيا. طبعا بعضهم يقول لك ليبيا تأسست الدولة الحديثة تسمى، هذاك موضوع آخر. لكن تأسيس ليبيا تأسيس للأسرة الإنسانية من ما قبل التاريخ. يعني بلو موميز أو الموميا الزرقاء الليبية، الأهرامات الحطية الليبية، العربة تجر الخيول الليبية، الجرد الليبي. هذه الحضارات، لأن على فكرة قاعدة حضارية أو قاعدة في الدراسات التاريخية أن لا تؤسس حضارة إلا على حضارة. وبالتالي حتى الحضارات اللي جن سواء وحي ديلفي، طبعا نحن في حاجة ولا مؤاخذة لما نستعمل كلمة وحي في ثقافتنا العربية منام من السماء، كويس. بينما ديلفي القرية هذه وفيها العجوز بيثيا، هذه بيثيا تقازة أو صحارى. هل نصدق الصحارى أنها جو ليبيا ومش ليبيا؟ هم صادهم قحط في جنوب اليونان، انتقلوا إلى بلاتيا، منها إلى الجبل، لقيوا في قرينة بشر. أنا بعض التي هي شحات التاريخيين يقول لك نبع أبولو ما جابش معه مش من غادي، هذا نبع قرينة، نبع شحات نبع مياه اكتشف هناك. نعم. موجودة منها. فالاستلاب الثقافي هذا مشكلة. يعني أنا لما تأسست الحضارة الإغريقية نقول خلي اليونانية والفلسطينية بالليبيين ومعاهم بالتعاون معاهم، لما انتهى دورهم أو تريحت بلادهم أو كذا انتقلوا لها مع الشنية. جاء ورثهم الروماني، جاء ورثهم البيزنطي، جاء ورثهم التركي، جاء كذا، لكن دائما أهل الأرض قاعدين فيها. وعبقرية المكان موجودة في ليبيا أصلا. ليبيا من الدول اللي فيها عبقرية المكان. يعني ليبيا تعدد الثقافات وتعدد التضاريس والمناخات يخلي منها دولة من دول العالم العظيمة. يعني مش سهل الموضوع أساسا. لما تجي دولة صحراوية وساحلية، صحراوية وساحلية وجبلية، لما تجي الدولة فيها الألوان متعددة، السمر والبيض والكذا والكذا والكذا، تجي الدولة تلقى فيها أربع أو بلاش نقول 4 أعراق، فيها أكثر من 6 7 أعراق في ليبيا. وكلهم متفقين على الليببة، كلهم متفقين على الجرد وأنواعه، ويعتزون بذلك. صحيح. وعلى اللبس نتاعها وعلى الموسيقى نتاعها. وراهي مهما اختلفت اختلاف مناخي، اختلاف تضاريسي. يعني السورية الطويلة في الصحراء، القصيرة في الجبل، السمادة أو الخاصة في الصحراء، الشنة في الكذا، المعرقية في الكذا. يعني الاختلاف مش عشان الجنس أو عشان اللون، عشان المناخ أو التضاريس. كيف تحول الأدب الليبي من مرجعية تاريخية بين الشعراء القدامى وأيضا الأمثال الشعبية إلى روايات وكتب وباتت يعني تعبر الحدود؟ هو أنا نقول لك نقطة مهمة جدا، الأدب الليبي. احنا ارتبط عندنا بالأدب الشعبي. لكن من الكتاب اللي أخذ الأدب الشعبي وارتقى به إلى الأدب؟ تعرف عندنا بعض الكتاب والبعض من الأدباء ومن الشعراء والله يرتقي إلى العالمية. أنا عندي قصيدة اسمها البير الهاشم الخطابية درت عليها دراسة، لا علاقة بأكبر شعراء كوبا. البير نفس القصيدة ونفس الكلام، وهذا يجينا بالعامية. على فكرة العامية اللي عندنا راي سليل في الضاد، ما هيش يعني لكنة قد تكون غير مفهومة، يعني غير مفهومة. لكن في الأمثال الشعبية ربما هناك يعني مصطلحات ليبيا فيها من مخزون. لا يمكن فهمها. ليبيا من الدول اللي مخزونها من الأمثال الشعبية ما يساوي نصف الكرة الأرضية.
والامثال الشعبيه انت عارف انها تجربه شعوب وتجربه حكمه وتجربه رجاحه، مرجعيه الحكمه. صحيح. المختصر المفيد. نعم. يعني احنا مثلا سئلت يوم التالي موضوع معين، فقلت لهم الناقه تقول للفرس يعني بالليبي ايش تبي في جرتي كانك معي؟ قالت له مش مني، من مهاميز السو. اعطينا الترجمه بالعربيه. مهاميز السو يعني الفرس قالت لها اللي نغزو فيه عليك اصلا مش مني، لا بيني وبينك شيء. مهاميز السو اللي هن الفرس، المهاميز اللي هن في جنيبها ينغزوا فيها بس تلحق الناقه. قالت لها بيني وبينك شيء من مهاميز السو. نحن لما مثل في المصالح يقول لك اجعل كل النار تبرد في كانونها، يعني كل النار تبرد في مكانها ما تندقش للمحيط، النار تخمد في مكانها. فقصدي الامثله الليبيه يعني بحر من الفلسفه يعني. ولكن في حاجه يعني مش نقول مخيفه، ان ترفع بعض من ما يمتلك الكتابه يعتبر ان هذا الادب الشعبي ادب زي ما تقولوا ادب يعني ماهوش في مستوى الثقافه بتاعها. واي مثقف ينظر للمواطن البسيط انه ما يفهمش، راه هو اللي ما يفهمش. لما تقول لي هذا عالم يراه جاهل، معناها العالم اجهل من الجاهل، لو كانوا عالم ما خلاش الى جاهل اصلا. وبالتالي الارتقاء بالثقافه الشعبيه والعوده لها، وزي ما قلت حضرتك انها تليبب بالادب الحديث، هذه خطوه جباره راهي. كيف من هم الادباء الذين حولوا هذا الادب الشعبي الى ادب يعبر الحدود، وايضا ابرز الكتب ربما والروايات التي نقلت او انتشرت خارج حدود ليبيا؟ والله انا لا اريد ان اهمل، لا نريد حصرا، لكن فقط للتاريخ. يعني عندنا بعض من المهتمين، الاستاذ يوسف عقيل الحقيقه يعني من اللي جمعوا هذا الموروث ووثقوه واعطوه على الاقل الصفه التحليليه. الاستاذ يوسف عقيله، عندنا حيد عبد السلام قدربوه، الاستاذ جمع الفاقري. يعني عندنا الحقيقه اسماء يعني اهتمت بهذا الموروث، ويمكن الى حد ما بدات تلفت في انتباه الناس له. عندنا من الكتاب تصادق اليوم طبعا على راس القائمه، ولكن ياتي كثير من جمع الفاقري، اسمه خليفه الفاقري. كل هؤلاء نجحوا في نقل الموروث الشعبي الى ادب. الناس اهتموا لهم يعني يحكوا بلغتهم او يحكوا همومهم او يحكوا. كيف قبل الشارع بمفهوم ان يتحول هذا الادب الشعبي الى ادب؟ الشارع، لان اقول لك حاجه، انا في روعه فضل مبروك رحله نغم. رحله نغم فضل مبروك لما دار جولته في ليبيا خذا من كل مكان، كل مدينه. نعم، تحدث عنها، حاجته هي هم او مغناه هو، وقولبها وفي الاخر حطها الليبيين كلهم يقبلوا رحله نغم لانها تتحدث عن جميع المدن. عن ليبيا. لا شيء الاخر جميل في بنغازي الصابري. وما يعني الصابري؟ في طرابلس كان على السرايا الحمراء، ومش هذا حدها. الصابري عرجون الفل، الصابري عمره ما ذل، الصابري فحطها في الاغنيه. جماعه بنغازي كلهم الصابري. لا وجمعتنا يعني فعلا كانت رحله نغم اسم على مسمى. نعم. الاغاني لما تاخذها انت من الناس وتعطيك محتوى تبيه ترددهم يقبلوها منك اصلا، لان انت خذيت يتم قولبتها في قالب ربما يصلح لك انت ويصلح ايضا للمواطن البسيط. يا سلام. هو حاجه الناس لما تاخذها منهم وتطورها وترددهم يقبلوها. تجيب لهم الحاجات الغريبه هذيك يمكن ما يقبلوهاش، او يمكن يكون تاثيرها سلبي عليهم. الا يؤثر تحوير هذه الاشياء الشعبيه حتى تصبح حديثه؟ الا يؤثر على مضمونها؟ لا شوف، نقول لك التطور في التراث بالذات اذا كان بدا من داخل نقطه الدائره، نقطه الدائره انت عارف اللي في النص يبدا تطور. اذا كان جنب خارج يبدا تشويه، وراهو صعب. تطوير التراث صعب، تشويهها سهل. كيف يمكن للادب ان يؤثر في مثل هذه المجالات للدول الخاصه به؟ ونتحدث عن ليبيا يعني. خليني اكون صريح معك يعني لما نحكوا على الثقافه بصفه عامه، الثقافه هي نفسها دخل اقتصادي كبير لاي دوله اساسا. دخل اقتصادي اولا لانه يحفز المواطن على الانتاج، وعلى الاقل يثقف. عندنا في ثقافه اسمها ثقافه الانتاج اللي هي مضاده لثقافه الاستهلاك، سواء في الوقت سواء في المونه.
وبالتالي موضوع الثقافه في الاقتصاد موضوع خطير جدا. احنا رانا ذهننا مشيت للبترول ان هذا هو المورد الوحيد. لا، المورد الخطير الاخطر من البترول هي الثقافه اصلا. صحيح. انت عارف يا احمد ان لما نقولوا المواطن المثقف معناها يعرف وين يحط قراعه كما يقال بالليبي، ويعرف امتى يصرف وامتى ياكل وامتى يشرب وشنو اللي يشربه وشنو ما يشربه شيء ما يلبس شيء وشنو اللي ينتجها اساسا. نحن ثقافه استهلاك ثقافه المؤاخذه. ان المعاش على الحكومه وجنه على الله، هذه موضوع الحقيقه يعني مزعج يعني. اللي هي الاتكاليه، يعني نرجع في الراتب بالشهر ونرجع في الجنه كذا، وانت هل حقوق وواجبات. لا انا اعطيه تجاه وطنك ولا اعطيه تجاه الله، وليست حقوق فقط. يعني حقوق وواجبات. فالثقافه حقوق وواجبات. الثقافه ما هو نحن مشكلتنا نسمى الثقافه قضيه القصص والشعر والتراجم. الثقافه انك انت تعيش مواطنتك الحقيقيه بوعي وادراك. يعني احنا لما نقولوا مرات ما يعرفش يفصل، لكن المثقف ثقافته الشعبيه عنده. أكيد. نعم، هي هذه ثقافته الشعبيه اساسا. فبينه وبينك غياب الابداع او غياب الثقافه في هالمرحله مؤثر. يعني انت جيد. على فكره في بعض اخواننا في الفنانين وكذا يتحدثون عن الزمن الجميل. الزمن الجميل خليه لهنا، ما قلتلكش لا. وسطى اصبح من الثري، خلاص من التاريخ. نعم، اعطيني زمنك انت تو. على فكره احنا محتاجين الى جيل شباب، الجيل الواعد، الجيل الثقافه الفيسبوكيه اللي هي مرات العمر الافتراضي تلقاه عمره 20 سنه، لكن عمر الفيسبوكي 60 سنه بطبيعه الحال. لان مستمر، مرجعيه. المعلومه والمعرفه عنده مكتبة حاضره في كل وقت قدامه. صحيح. وبالتالي هؤلاء ان اهملوا وتركوا يكون عبء على الوطن. لان والتكلس وما نحن اللي عارفين وهم مش عارفين، هذا موضوع خطير. ولكن راهو جيل شباب فيه من الابداع ومن القدرات، هي امر. وين هم؟ قصدي وين هم؟ لان من غيبهم؟ وين الثقافه؟ وين وزاره الثقافه؟ وين ادوات الثقافه؟ في حاليا في بنغازي الحقيقه مجموعه ادوات الثقافه. صحيح. منتدى بنغازي الثقافي الاجتماعي، براح، مسرح رواد الشعبي، الثقافه، مركز وهب البوري. يعني في بعض المواقع في بنغازي حقيقه اتمنى ان يزيد مش كل سنه، كل يوم يزيد مقر للثقافه المجتمعيه. جيد. على مر التاريخ في حقب ليبيا الثلاث الأخيرة، دعنا نتحدث من المملكة وصولا للنظام الجماهيري وحتى فبراير الآن، دائما الأديب والثقافي والروائي هو عدو للسلطة وعدو للحكومة وعدو لقائد الدولة. لماذا ويتم الزج بهم في السجون؟ حتى حضرتك ربما كنت أحد المعتقلين في فترة ما. لا شيء والله. لماذا؟ هو الحقيقة أن دائما السلطة في العادة يعني خاصة في الدول اللي احنا منهن ينظر إلى الكرسي، يعني مش بعيد. المثقف والله الأديب والله الشاعر والله الفنان ما تكون نظرته أبعد شوية. وبعدين النظرة المستقبلية الحاجة الأخرى الخطيرة في المثقفين بالذات أن ما همش أصحاب مصلحة شخصية. يعني لو نجي نتعامل مع تاجر مكسب وربح وخسارة، تعامل مصانع يصنع في كذا، لكن تعامل مع مثقف معناها نتعامل مع مرحلة من الانتباه، لأنها ضياهي رأس ماله وطنه، قضيته وطنه، وبالتالي هو مزاحم للسلطة لم يكن قضيته وطنه، أو هو السلطة لا يلتقيان. فهمتني؟ ولكن أنا متمني احتواء المثقفين. نعم، لماذا لم يتم الاحتواء؟ قد يتم الاستفادة من مثل هذه النخبة. والله نقول لك رأي مهم. أنا أولا في شيء، وهذا بالنسبة نحكي رأي بواقعية، نحكي على موروثنا الثقافي الليبي بكل ما له من إيجابيات. طبعا فيه سلبيات يجب أنها تعزل. ليش مش موجود في مناهجنا الدراسية؟ ليش مش موجود في رياض الأطفال؟ لأن أنت عارف أن العد يبدأ من الصفر وبه ينتهي. ليش مش موجود؟ أنا أول أمس كنا في شارع فينيسيا، سيدي فينيسيا، فمرينا على مكان اسمه تكي كول، مكتوبة بالإنجليزي تكي، ما فهمتهاش. قال تكي بالليبي تكي يعني تفضل. كويس. كافي
يوث كوفي مكتوب بالعربي، العربي يقراها والانجليزي يقراها. التغييب هذا في الثقافات من خلال العناوين في هالشارع اللي حتى اسمه هو، انا لا اعني ان فينيسيا ايطاليا او فينيسيا الاخرى او فينيسيا هذه، يعني التسميه هذه نفسها استلاب ثقافي، هي نفس التسميه فينيسيا اصلا. علي بنغازي ذكي كويس. المناهج الدراسيه وين عاداتنا وتقاليدنا وامثلتنا وشعرنا وادبنا فيهم؟ يا سيدي بلاش هذه، معمارنا المحلي لا يحتاج الهويه الليبيه، المعمار المحلي اللي هو بصنوفه، سواء الصحراوي سواء القروي سواء الجبلي سواء الساحلي. وفي ليبيا معمار جميل بالكل، سواء في غدابس سواء في المدن التاريخيه الليبيه. لا يحتاج الى هذه الفتحات الزجاجيه الكبرى. هذاك في الدول الاوروبيه الغربيه اللي هم احنا الشمس مشرقه 11 شهر في السنه والدفء عندنا 10 سنوات في السنه، مش محتاجين الى مساحات الزجاجيه المفتوحه، محتاجين الى معمار محلي يتفق مع عاداتنا وتقاليدنا ومناخنا وادواتنا. يعني انت لما جيت البيت الليبي في المعمار، وبنغازي لها معمارها الخاص بها الجميل بالكل مدينه بنغازي، كل له مواصفاته. نعم، يعني مش غير مواصفات المناخ، حتى الاخلاقيات نفسها، القيم. انت شوف الشوارع اللي قدام في بنغازي، وين كان يفتح الباب الحوش، وين تفتح المربوعه، وين العلي، وين البلكونه تفتح صحيح. على الاستحياء في الشارع، يعني هل الرواشن بيفتح على بعضها يتقابل بيتقابل شيء. فالمعمار المحلي والملبس والمأكل والمشرب يؤكد هويه اي مجتمع. جيد. لماذا الأديب والمثقف دائما، وحتى الروائي والكاتب سيد محمد، دائما ما نجده في المنفى ودائما مهجر ودائما ما ينتقد هذه الحكومات والسلطات ويعاني من يعني محاربة، دعنا نقول إنجاز التعبير، يتم محاربته منذ نشأته ودائما ما يتعرض لهذا الإبعاد. وحتى هناك كتب وروايات في المنفى كتبت للروائيين والأدباء الليبيين. هو اقول لك رايي دائما في الحقيقه ان الانسان هو ما يجهل مش متفقين. هو وما يجهل مش متفقين. لما نقولوا مثل زمان في بنغازي يقولوا ربيت الذئب، قيلت هذه الكلمه في زمن معين، الله يرحمه اللي قالها لخلاف معين، لحادثه معينه، لحادثه معينه. لكن هل في ذوائح في وطنهم اصلا؟ امر مزعج. أنا كتبت مقالة من أسبوعين، بنغازي ربيت الإبداع، باعتبار أن أغلب المبدعين الليبيين أنتم وجهوا لعبقرية المكان. بنغازي تتمتع أصبحت حاضنة. نعم أصبحت حاضنة. لو نجي مثلا محمد حسن عريبي، الفلان كلها جول بنغازي من بنغازي، زي ما جي مصر. مصر جت فيزاء أحمد، جاء في لطة، جاء كذا من خلال مصر طلعوا. ليبيا أغلب الشعراء والأدباء والكتاب ما لم يكون في بنغازي ما ينالش حظا من الزخم الثقافي والفني والابداعي، ثقافه المنطقه، عبقريه المنطقه. لذلك حتى سميت عاصمه الثقافه. ليش لما نقول بنغازي باستمرار انها لها علاقه بالزخم الثقافي المجتمعي من عادات وتقاليد وكذا، لانها في فسيفساء اجتماعيه، مش معتمده على عرق واحد، مش معتمده على ثقافه واحده، مش معتمده على لون واحد. يعني فسيفساء ليبيا في بنغازي، هذه الفسيفساء انتجت هذا المنتج الرائع الحضاري. جيد. كيف اسهم الادب والروائيين، كيف اسهموا في النهوض بالفن الليبي المعروف الذي بدأ بالمجرودة والمرسكاوي وما إلى ذلك من فنون، وحتى دخل أوساط المألوف الليبي؟ هو حقيقة زي ما قلت لك، ثراء ليبيا في فسيفسائها الثقافية وفي تعدد مناخاتها وتضاريسها، وهذا أنتج هالحضارة الجميلة هذه وهالكنز الحضاري في ليبيا. زي ما قلت لك أكثر من 40 لحن وكم أكلة والمشرب والملبس والمأكل، وراهو هم الجماعة يحسبوه تعدي على الفن الليبي، يقولوا سرقة الألحان الليبية. يعني هذا جزء سنتحدث فيه بالتفصيل سيد نعم، هم عارفيننا مش لهم واحنا عارفين لنا أصلا. صحيح، نعم، هذا جزء مهم جدا. يعني هل الاستعانة بهذه الكلمات والاستعانة بالأدب الليبي والفن الليبي والموروث الليبي ونسبه إلى جهات أخرى، هل يدل ذلك على ضعف الشخصية الأدبية الليبية في إبراز مثل هذه الفنون ومثل هذه الآداب والروايات؟
لا هي مش شخصيه ليبيه. هو الحقيقه ان في العاده انها الانظمه لم تتبنى المشروع الا بشكل ولائي، ونحن بنخرج ان شاء الله من الولاء الريائي. وهذا قد بعدين اشباه الفنانين او اشباه الادباء او اشباه كذا هم اللي يشتغلوا على اللون هذا لو مؤاخذه. لكن لما يكون فيه التبني الحقيقي لهذا المشروع، والتبني راه مش قصدي لا تجي الدوله وتقول هاكو، لا لا لا، تجي تبدا من مناهج دراسيه من رياض الاطفال. تو احنا نعرف في بنغازي حدائق، في بنغازي تشتغل حدائق الاطفال واللعب والمناطق الخضراء والكذا كويس. لكن هذا الطفل هذا اللي قاعد على البوبجي وقاعد على الالعاب وقاعد على النت من 3 سنين يتقبل الالعاب بتاع الدرجيحه والزلحيقه والكذا وما يتقبلهاش، هل في ثقافته هذه؟ هل ثقافه الطفل حاليا اللي قاعد يرضع فمه ماسك النت يتفرج عليه موضوع وامه تتفرج حتى على النت لو مؤاخذه، هل هذا يستقبل الارجوحه؟ الارجوحه لعبه ما فيهاش ذكاء طبعا، وهو محتاج لعبه ذكاء. هل نحن قدمنا صالات او قاعات في ملاعب الاطفال النهي للعلاقه باللعب الحديثه الفيسبوكيه بيجسول بها؟ وهل في الفيسبوك حضرنا بعض الالعاب اللي خاصه قيمنا واخلاقنا احنا؟ يا سيدي فيه التماثيل الكبيره اللي يسموها البناب البامبولين هذه تتحرك لابسين لبس بتاع شو اسمه بتاع ميكي ماوس وكذا، ليش ما نلبسوش ملابسنا المحليه لحتى الاطفال يشوفوا ان التماثيل يقول مرحبا ولا شير ولا كذا، لبس اللبس المحلي بتاعنا اساسا. صحيح. هل قدمنا لاطفالنا نحن اشيائنا بلغتهم هم واشيائنا نحن بحد يستوعبوهن؟ يعني انا بعض المدارس الحقيقه الخاصه وكذا بدا حتى اسماء يتغير، حتى المس والمستر والكذا، ما ضد التعليم، لكن يجب يعرف ان هذه هي ثانويه تضر الهويه الليبيه، والاوليه ان يكون استاذه ولا ابله ولا مدرسه ولا كذا ولا امي يا سيدي بلاش. جيد. ما هي التحديات التي تواجه الادباء والكتاب الليبيين في الوقت الحالي؟ والله اول تحدي يواجه اي مثقف نفسه. كخطوه اولى او مرحله اولى. وبعدين بيني وبينك زي ما قلت لك راهو مشروع مجتمعي، مشروع شخصي. يعني انت كل ما كنت قريب من الناس، كل ما كنت ابن الارض نفسها، كل ما كان الناس اقرب لك وانت اقرب لهم، لانها ليست وظيفه. انا اقول لك رايي ولا مؤاخذه، شرطي المرور في مكانات معينه في دول اخرى يسجل لك مخالفه ويضحك معك وتضحك معه وانت مبسوط ومبسوط وتقول له ثانك يو وتمشي وهو يمشي فيه. مرات عندنا نحن دير مشكله انت وياهم اللي يدير له مخالفه وتجد في عداوه بينك وبين ماليش علاقه بعدها، انا ماني نعرف ينتقل الى عداء شخصي. نعم. يتحول الى انا لما نسوق في بنغازي بسميها ماراثون بنغازي مش سواقه. طالع للماراثون المفروض نلبس الخوذه ونطلع هذا مشروع ثقافي. بيني وبينك نحن نتحرك وفق ثقافه، ثقافه استعجال. على فكره المواطن اللي يحط ولا مؤاخذه الكيس نتاع النفايات اللي مؤخر سيارته ويمشي يدير بيه جوله سياحيه في بنغازي ويطيحها في مكان، هذه موضوع ثقافه ومش ثقافه، راهي مش شهادات ولا هي ماني فلوس، هي تكتسب بطبيعه موضوع شخصي مكتسب. صحيح. وعلى فكره راهي على في موضوع اخطر من هذا وذاك اللي هو البيتيه، اللي هي ما تعتمد عليه تربيتك بين ابوك وامك من الاساس في السنوات الاولى، هي الاصل. اللي الباقي المدرسه تعلمك واحد اثنين، تعلمك المبتدا والخبر، لكن الجانب القيمي الاخلاقي للثقافه يعود الى البيت. من البيت تعود الى البيت. قد نفهم بعض القيود السياسيه التي يتم وضعها للكتاب والادباء والروائيين، لكن ما هي القيود الاجتماعيه سيد محمد؟ هل هناك قيود اجتماعيه على الادب الليبي والروائيين على الليبيين؟ فكره مجتمعنا يتمتع بمحاذير مجتمعيه الحقيقه راقيه جدا. واحده من اصولها العجيبه والغريبه باعتبار اني يمكن واحد من اللي فتره ما برا، وكثير من الليبيين عاشوا برا، الليبيين عندهم حنين لوطنهم بطريقه يعني شيء لا يصدق بالكلمه. بعض الاخوه من العرب وغيرهم لما يملك والله يدير راس مال ينساها بالكل. الليبيين يملك ويدير راس مال وهذا يدي عند ليبيا، وهذه ميزه في الليبيين. ما
وبعدين الليبيين برا يعرفوا بعضهم حتى بالبنا يعني يمتاز بها حتى يهود ليبيا، كل لا زالوا يريدون العودة الليبيين. الآن إلى ليبيا. أنا لا أعدد الأعراض، كل الليبيين عندهم ميزة المواطنة الليبية، وهذا موضوع الحقيقة مش سهل. يعني شوف أنها في ما السر وراء ذلك؟ نعم، ما السر وراء ذلك؟ شوف أنت بس سر وراء المجاهدين الليبيين رقد الرياح، اللي رقد الرياح يقولوا يا الهدعري، يعني حتى العده بتاع الخيل ما عندهاش، ولابس مش ملابس، لابس غراره. ليبيا ليست بها اي ثروه. ويقاتل عليه ليبيا، يقاتل عليه دينه وعليه وطنه. سر المواطنه، المواطن الليبي مواطن الحقيقه، مواطن الى الان لم تاتي سلطه تعطي حق المواطن الليبي حقها. جيد. في تساؤل اخير سيد محمد، الان هل يمكن الان ان يكون الأديب الليبي والروائي وحتى الكاتب ضمن كتلة شعبية ربما تقود غمار مراحل معينة الآن تعيشها ليبيا بكل أسف الآن، وتدخلت فيها عديد الأطراف الخارجية وحتى الداخلية بالوكالة؟ هل يمكن للفن والثقافة أن تلعب دور في تغيير تاريخ ليبيا الآن في هذه المرحلة الراهنة؟ وما الذي يقف أمام عائق حتى يكون ذلك أو حتى تذهب بذلك الاتجاه؟ من الطبيعي جدا أن يقود الإبداع المجتمع إلى الرقي أو التطور أو كما لكن طال غيابه الآن. نعم، طال غيابه الآن. هو مش قرن ونيف هو موجود على استحياء. كويس، لأن في العادة أن الإبداع لما يكون في مستوى راقي ما يقدمش نفسه، ما يزاحمش، ليس لديه ما يملك. لا أيوة، لكن المجتمعات لما يغيب عنها الإبداع تحدث الفوضى. لأن بيني وبينك حتى في الأسرة نفسها لما تغيب عنها القيم والمبادئ والراسخة الجميلة تبدأ فيها الفوضى. احنا لما نقول لك مثلا أسرة من 5 أشخاص أفراد يقعدوا على الفيسبوك ليلة النهار، حتى على الطعام ما يتلاقوش، العدة شيء ما يتلاقوش، صح ولا؟ في الصبح كل واحد يمشي لشغله وكذا، بعد فترة تلقى فيه مش نفور، ولكن ما فيش العلاقات الحميمية المجتمعية، لأن التآلف المجتمعي في المأكل والمشرب والملبس والحديث فقد. بدأ كل واحد وكأن كل واحد مأجر. اليوم أحد أصدقائي قال لي كل واحد في داره، قلت له مش في داره، حتى أنت في غرفة النوم أنت وزوجتك هني كل واحد قاعد في مكان، يعني كل واحد واخذ النت اتجاه معين. هي الهجمة الفيسبوكية أو الهجمة التقنية علينا تسونامي خطير ما لم ننتبه له يؤدي إلى كوارث ثقافية ومجتمعية حقيقة ما لناش فيه. وبعدين الأمر المزعج الآخر يا أحمد، لما تشوف النت 3 ساعات ونسألك بعدها ما تجاوبنيش على شيء، لأن لما تقرأ كتاب 3 ساعات نسألك تجاوبني على جزء منه، لأن الكتاب قيمة الاستفادة من الكتاب وثق فيه أنت ثقة، وثق في لغته، وثق في مصدره، وثق في كذا، لكن النت ماش وثق فيه. وبعدين يا سيدي نقول لك راي، كل ما في النت من ريلز ومن كذا ومن تيك توك وباهي، وبعدين تفرجت وباهي، وبعدين يعني باهي وقريت مع بعدين يعني ايش فيه بعدها اخر اصلا؟ الاستفادة التي حققتها من هذه العولمة ومن شبكة المعلومات الدولية الانترنت بطبيعة الحال. أشكرك على كل ما تفضلت به سيد محمد سويسي، استمتعت جدا بالحوار معك وأيضا بالحديث في والخوض في هذه التفاصيل التاريخية للأدب والكتابة والروائيين الليبيين بطبيعة الحال، وأيضا دورهم في هذه المحطات التاريخية منذ المملكة وحتى النظام الجماهيري وحتى فبراير. أشكرك على كل ما تفضلت به سيد محمد سويسي، وأشكرك أيضا على قبول الدعوة وحضورك معنا في استديوهات بنغازي. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة الليلة. دائما في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، على أمل أن نلتقي في حلقة جديدة مطلع الأسبوع المقبل. دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.